بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ينفك بها الكرب وينحل بها العقد، يفتح لنا بها أبواب الفرج وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله يا رب العالمين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا احنا من وقت للتاني كده مننساش احبابنا اللي راحوا وماتوا، وربنا يرحمهم يا رب ويسامحهم، وما ننساش الغلابة من غير يعني ما حد عندكم بعد الشر يموت ولا حاجة. نعمل حاجات يعني صدقات كده للناس، الطعام هو احلى حاجة، وبتبقى محببة عند الله ورسوله. فاحنا عملنا اطعام كده على روح الحاج الله يرحمه. فانتوا شايفين انا طبعا يعني تبلت الفراخ، كانت كمية كبيرة وعاملاها قبليها بيوم، فما حبيتش يعني كلنا شاطرين وكده متبلين جزر وبصل وفلفل وطماطم وايه، وتبلناهم بقى بكل البهارات وبيتناهم بقى في التلاجة متبلين طبعا بعد الغسيل ما يتصفوا كويس من الغسيل، وطبعا بليمون ودقيق بقى وملح وايه، وغسلة جميلة لان احنا كمان كلنا منها، يعني مش عشان مثلا حاجة هنطلعها لله، لا نغسلها وهناكل منها كمان، نغسلها كويس اكتر ما احنا هناكل منها بصراحة، يعني عشان خاطر دي راحة لإيدين ربنا. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها كانت بتعطر الدينار او الدرهم او مش عارفة العملة، يعني كانت زمان تعطره قبل ما يطلع، لان هي قالت بيقع في ايد الله قبل ما يقع في ايد العبد، فلازم تكون طبعا اتقان ونظافة، ويعني ما اقولكيش وطبعا انت بتبقي تعبانه اليوم ده، اكيد ان انت بتعملي حسابك في اليوم ده ان انت تتغدي من نفس الاكل. فاحنا بقى ده زي ما انتوا شايفين كميه بطاطس كبيره، يعني عملنا في طبق الكبير ده خالص البلاستيك، وحطينا البصل والفلفل الخلطه تحفه اللي انا عامله فيها الفراخ يعني. بس هنا لازم تتبل طبعا ملح وفلفل، الملح هحطه في الاخر، ده فلفل اسود وكمون وكزبره وروزميري وكركم وكاري وسماق، وطبعا هحط بعد كده الملح لان الملح هيبقى كميه كبيره، فما نفعتش اوريهولكوا يعني في الطبق كميه، على حسب ما انت هتعملي الملح ده بالذات الواحد ما يعرفش يتكلم فيه يعني، صح يا حبايبي؟ وننساش كده نذكر الله ورسوله كده ونسمي الله، ويومك يبقى جميل ان شاء الله، ويومكم جميل كده وانتوا بتعملوا الحاجة في بيتكم وتاخدي عليها اجر يا حبيبتي. كل حاجة، كل طبق، كل شوية بتاع ده لسان عصفور بتعمليه لبنتك سخنة او ابنك او اللي هتشربيه او اي حاجة، والله العظيم تاخدي عليها ثواب واجر واحتسبي عند الله. بس ما اقدرش اقولك اكتر من كده، فاعملي واحتسبي يا حبيبتي، ربنا يا رب يسمع. بص اللي انا حطيتها دي خلطة، حطيت بقى ايه حوالي مثلا طبق كده خلطة عليها، عشان انا مش هضرب طماطم واحط، طبعا الدنيا حر والطماطم دي بقى ايه هتبقى كتير وكده وصلصة بقى وتنقط، انا عملتها زي المطاعم بالظبط. ف... وهنا كمان في طماطم وكده، فما يبقاش بقى طماطم واضرب طماطم، انتوا هتشوفوها في الاخر والله هتعجبكم قوي بجد يعني. زي ما انتوا شايفين بقى طبعا التقليب يعني انا ايه بقى مش قادرة اقلب بقى وكده يعني يا حبايبي اعذروني بقى. فطبعا بنتي قلبت لي وكده حبيبتي، وانا بحط اهو الصواني بقى والصاجات وكل اللي عندك بقى حطي لحد ما يعني تاخد، يعني انت حطي رقين كده بطاطس عشان برضو ما تبقاش مليانة بطاطس كده قوي وتبقى مش حلو. فطبعا احنا قسمنا الكمية كلها على الصواني وعلى الصاجات وعلى مثلا صواني بيتزا لو عندك فاض شوية كده يعني. ماشي يا حبايبي، اهم شيء ما تنسوش تدعوا للحاج اللي بتتفرج على الفيديو، امانة تدعي له بالرحمة والمغفرة، هو كان راجل طيب وامير واحتسبته عند الله في الجنة ان شاء الله، فانا منتكم امانة اهو. بس يا حبايبي طبعا ايه
عشان انتي تبقي بقى متفننة في الاكل كده، تحطي الصدور مع بعضها والوراك مع بعضها، لان الورك مش بياخد ايه سوى الصدر. حبايبي انتوا عارفين وشاطرين والله وكده، بس انا ايه ممكن اكون بنبهكم ما تاخديش بالك من حاجة يا بنتي، اي حاجة. فانا بنبهك كده يعني، بس حطي صدور مع بعضها. والله الفراخ طلعت جميلة وحلوة يعني. احنا كنا رايحين نجيب مقاس صغير، جبنا مقاس كبير، مش عارفين ازاي، بس هي جت كده ورزقه، ودي ارزاق بتاعت ربنا ومقسومة للي كلها. والف هنا عليهم يا رب اللي كلوها، والف هنا وشفا يا رب. و... ونعيش كده ونعمل له كمان وكمان يا رب. الله يرحمه يا رب. بس يا حبايبي طبعا انتوا ايه فاهمين بقى ان انا هوزع في الصواني البطاطس كلها والفراخ الوراك مع بعضها والصدور مع بعضها. وانتي ممكن مش شرط ان انتي تعملي كده، بس انتي الله اكبر الله اعظم نظام ملكي. بس انتي حبيبتي ممكن تعملي حاجة بسيطة يعني، ممكن تجيبي دبابيس فراخ. كل واحد يعني، احنا بحكم ان الفراخ اليومين دول يعني في متناول الجميع، فاحنا قلنا نخليها برضو الناس برضو يعني تحب أكلة حلوة وكده. انت ممكن يعني لو جبتي بيضتين ورغيفين وخيارية وعطيتيهم في كيسة كده وانت ماشية، لو عطيتي ازازة مية ساقعة، ازازة عصير عاملاها في البيت، تنزلك ازازتين زيادة. فما تنسيش الحاجات، الناس الغلابة اللي في الشارع والشقيانين وعمال النظافة، ومن غير ما انا اقول لكم بقى انتوا ايه يا حبايبي، انا بس بقول لكم. انا حطيت هنا ورق زبدة عشان برضو خفت ان يكون غير صحي على الناس يعني وعلينا. قلت احط ورق زبدة، ولما يستوى وتمام التمام شلنا ورق الزبدة وحمرناه يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الجمال والحلاوة دي. والبطاطس بصوا شكلها جميل، مش باينة من الطماطم والحاجة تحفة وريحتها تحفة والله العظيم بجد. بس هو يوم يعني تعب، بس احنا واخدين على التعب. والله احنا واخدين على التعب يعني، بنحب نعمل كده بس انا يعني مش بصوركوا عشان حاجة، انا بديكوا الفكرة. ولو عملتي نص الكمية ربع الكمية، عملتي طبقين ونزلتيهم الاكل اللي انت هتاكليه، فوالله ربنا يجازيكوا خير يا رب. انا بس بذكركوا يعني انتوا، وبذكر نفسي. فاحنا عملنا على الميزان عشان يبقى ايه اللي كله زي بعضه، فاهمين يا حبايبي يعني. معرفش الجرامات ولادي عملوها ازاي، بس انا انتوا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين يا حبايبي. فحط عليهم البطاطس بقى بالربع الفرخة، والمعالق طبعا البلاستيك دي ما ننساهاش. وهنغطيه بستريتش راب او اكياس ثلاجة. الحقيقة احنا عملنا ده وده و... وربنا يا رب يتقبل مننا يا رب العالمين. ولو شفتوا عجبكم الفيديو متنسوناش بالدعوة الحلوة للحج، وادعوا لي بالصحة والعافية يا رب. وربنا يحسن ما بين ايدينا، وربنا يرزقكم ويفتح لكم ابواب الخير وابواب الرزق يا رب، ويخلي لكم اولادكم يا حبايب قلبي، بحبكم في الله. بس كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كملوا الفيديو بقى هتشوفوه متغلف وتمام، طالعة لاصحاب نصيب والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.